عندهم هذا، عندهم هذه، عندهم تصورات. الا حنا المرجعيه الامازيغيه فرض علينا ويراد واريد لنا ان نبقى هكذا، ان نستهلك هذه الخطابات وان نصوت عليهم، وان يعني حتى اللي بغى يدخل شي حزب كيدخل عنده، ولكن كيدخل. انا كنعرفوا دابا الناس اللي داخلين الاحزاب راهم دابا خرجوا في الحركه الامازيغيه واقتنعوا. داكشي اللي كنا قلنا لهم 2020 و2021 ودرنا بلاغات، درنا تصريحات صحفيه، درنا مقالات كنبهوا ان هذه الاحزاب هذه غير قادره تماما او اطلاقا انها تحمل الخطاب والتصور الامازيغي. زون يختيو تغيلا دبوش ورام اتيتكتي جوسنوس ويمكن التياسي ويمكن، لانه دبوش ورام ولا تقل ورام الحمل ورام يقوت بارا فوسنوس. دونك خلي قال الخطاب الامازيغي، الخطاب الامازيغي خطاب دسم، خطاب ثقيل، وراءه مرجعيه، وراءه خلفيه، وراءه فلسفه، وراءه نظره، وراءه تحليل، وراءه تصور، وراءه تاريخ، تضحيات. لا يمكن ان تفتي انا تلعب، لانه الى ريك شوم الفلوس، ريك شوم انتخابات الفلوس يتفرق الفلوس. كوني نكشف السياسه الاخلاق النبيله، نكشف السياسه المرجعيه، لان غصلي اللي غور نكشف السياسه بدا يزرف عنا غير الطرن، بدا التركوين غير الطرزان، بدا يقرا لنا غدوه كلنا غير تدو، بدا نودا قلنا غير التكوفن، بدا حتى تفسوت نغت ورسول لك كيجي كلي ستلا. دونك خاصه توجه النداء مزيان، توجه نداء الشباب، توجه النداء كل الشباب، الشابات، خريجي الجامعات، الطلبه، المعلمين، الاساتذه، الكوادر، انه ادكين الثقه غير ينزل، ادكين الثقه مزيرتنا بانه نكوني كمرجعيه امازيغيه نصدار انساهم مزيرتنا، نصدار انساهم ايماننا اسور دان غورتيلي لاتكاليه فويض، لان الاحزابات اللي نغصا اتيني دارس نزون فقط اترنا لكم المناصب، رسلنا المقاعد، رسلنا الاصوات، تفصل الميزانيات، فصل التشريعات وفق الهويه السياسيه، الاولويات اللي دازني لنا غصا غير هاد لا البام ولا الاحرار ولا وزراء ولا الاستقلال ودرسنت للامازيغيه غير الاولويات. لذلك راه تزرت غير المشروع الميزانيه 2026 وركزت الامازيغيه اطلاقا، لانه الاولويات نسنتني درسنت امور اخرى. من 1956 بدات كانت الحكومات تشغيل غير الاولويه ورجعوا للتشغيل بدات تجوز البطاله. من 1956 جميع الحكومات تضع اصلاح التعليم على راس الاولويات، وتعليم المغرب يصل الى الحضيض كل بعد وراء حكومه، وراء تاتي حكومه وتذهب حكومه، والتعليم يزداد افلاسا ويزداد فشلا. جميع الحكومات كدير الصحه والخدمات الاستشفائيه على راس اولويات، وعلى راسهم هذه الحكومه هذه. وسير دابا سير المستشفى عمومي ولا سير المستشفى كما بغى يكون، ما غاديش تلقى، ما غاديش تعالج راسك. هذه حقيقه ولات، يعني واخا كل الخطابات اللي تينين، واخا كلنا تدوز المستشفيات انت فيها صعوبات كثيره جدا، هذاك الفلوس تدوز سلكيه الزهر. لذلك فاضافه واش كدير راح الاولويات ديال التشغيل، الاولويات رفع نسبه النمو، كل ما يدي شعارات سياسيه، ولكن غير العمق الحكومات من 1956 عندهم واحد الهدف كيتفقوا عليه جميعا، واقصاء اللغه الامازيغيه. هو يعني تمازيغ الزيكزغ المؤسسات، هو ان العمل على تقليص مجال تداول الامازيغيه داخل المؤسسات، وينتج عن ذلك تقليص مجال تداولها داخل المجتمع، داخل الأسر وداخل البيوت. يعني المجتمع ما هو إلا صورة تعكس يعني التوجهات السياسات العمومية اللي تسكر الدولة ولا اللي تسكر الحكومة، أما المدة طويلة جدا. من 1956 أرغصة أكثر من نصف قرن، أكثر من نصف قرن من سياسة التعريب، من سياسة التآكل والإقبار والإقصاء والتهميش للأمازيغية في جميع مجالاتها. العدالة المجالية هي شكل من أشكال تصفية اللغة الأمازيغية. ملي كتفرض التهميش والإقصاء ويعني وكتفرض التعريب داخل الجبال، شنو كيوقع كتوقع الهجرة. ملي غتولي الهجرة تشكل من المدن، من السفوح الى المدن، من العاليه الى السافله. دوكا نوكزن الساكنه السافله اول حاجه كتفقدها هي اللغه، هي اللسان. دوكا تبيتي المواطن يلسنس، دوكا تبيتي مزيغ يلسنس، اخي ترزون مدينه تاع يجلو يمالنس، يجلو واخا يسكر الفلوس، يسكر المشاريع، ولكن
تيدات تيلسنس ولا تيديرار كيصدر يدوس مزير تيبنو سوت ليك ميل جديد يسكرسو لا غارات يغوزانو يسكري كران ولكن غاسي دايلت يداسي تنزرب كنا غير تروان تفراو تروان زاكورا تروان ورزازات تروان الاطلس الصغير خاصه الاطلس الصغير لانه الا فلاتي الاستهدافي كان مقرن الاطلس الصغير من تارودان تاوي تار ارباني اربيزاكار نطاق جيش طاطا كلشي هو يبقى مستهدف تروان صغير انت كانت الضل البيضاء تروان تقومين تسوى انت تمازيغ لذلك هذه حقيقه مره كيديروا الفلوس كيديروا الثروه كيديروا الرفاه كيعيشوا في الرفاه ولكن ما تعيش الهويه نكوني غاصه ماشي نلقى حراس الهويه ولا نلقى الشرطه الهويه ولا نلقى الشرطه الثقافه ولكن نلقى فقط ناقوس الخطر لان نكون نكرد المجالات هذه نستوعب الوعي الامازيغي ما يقال الفرق ما كنا غير ضغوط اللي رويسين الهم الامازيغ غير خصك كاسكر الفلوس وريكين كاين كاع كلشي اساس نسكر تدير تسكر الطيارات تسكر تمود تسافر تسكر انك يعجبن ولكن راك تدى اللغه داك الثقافه لان انت كتميز في العالم ماشي غير المغرب العالم راك تميز انت فات الشينوا دانس العالم كله سكن نقيس فلوس وري اللي ما يصدر يسكن الفلوس اللي سكن الشينوا العالم واللي ما يصدر المشاريع عند ولكن ارساوان اول اديك سواني مي كنت ليك ليست يساوي لك الدارجه يساوي لك ولكن اول نسبه وقي صفر نكوني الا الجيل اللي لا غي زوارنا يسكر غيك واش كانت الدار البيضاء المقور ميد المقورنين سكر الفلوس مغن تدوس مزير تبنان سكر التميه سكر حافظ نفول غصه الاجل اللي دوش كانين ورسول الزهر نتي غير كان لذلك خاصه نكون غصه مجبرين نكشيم درنا غير الصوت داخل التخطيط للسياسات العموميه المساله التدريس تلقى معركه وجوديه درنا سواء المؤسسات داخل الاغلبيات ولا داخل المجالس ولا داخل المعارضه السياسه ضروريه لان انت تيقان طوق نجاتنا انت تيقان لان غصات الجمعيات وصدرت الواكب بنت معاد وصدرت الجمعيات الواكب بنت معاد وخدني الجمعيات درسنت الدور نص درسنت ولكن وصدرت اخر ما تسكن الجمعيه خصها تدعم تدو دار الاحزاب الوزارات خصها الدعم وتخضع لشروطها ونحن نعيش مراره هذا الامر نعيش مراره هذا الوضع نعيش المشاكل الحقيقيه التي تعاني منها الجمعيات الامازيغيه تنظر الواقع الجمعوي غير مؤسف لان الجمعيات ماشي ورصدارنت ولكن ولات الامكانيات غصد لانت درام غا المجتمع المدني يبقى تابع للاحزاب الجمعيات اللي تابعاني الاحزاب درت انت الدعم مهرجانات اجتماع الدعم السنوي الدعم للجماعات المحليه غصد نكونيتي تغزى مثلا الجمعيات تيليلا تورطو مصدامه بلا الدفوليه لانها درسني الجماعات تحكم من قصوياد مهرجانات غير هذه غتسكر الجمعيه خصها غتسكر الجمعيه تابعه لحزب معين باش تسكر السياسه لذلك غياد رسولي خديمه مازيرت غياد تمازيرت ورسولي خديم الفساد المالي الاستعمال الانتخابات الهشاشه الاحزاب وسط فهمت الفكر لان الاحزاب استثمرت غير الاعيان استثمرت غير الفراقشيه استثمرت غير الفلوس عردا 60 شكي ترشحت التغليت خلص الفلوس التغليت تكشم تسكات البيزنس داخل المؤسسات الشرعيه المؤسسات الحكوميه قصد باش نختم يعني الشعار نغنكني ولا الهدف نغنكني مثلا اشكالات التواصل ايجات غيكا يعني فكر سياسي بمرجعيه امازيغيه مانيكس نسكر الولوج الى المؤسسات مانيكس نسموني خفاونغ مانيكس نبسط الفكر السياسي الفكر الحركه الامازيغيه ادي ايك جماهيري ايك شعبي ايك جزء ديال المجتمع اكيسين خارط الجميع وريقيوي النخب وريقيوي الافكار وريقيوي الاشخاص عفوا وريقيوي الفاعلين فقط يخص الوعي الامازيغي تملك انت العائلات تملك انت الشباب تملك انت الاسر تملك انت البرجوازيه تملك انت التجار تملك انت العمال لانه غصه العالم كل شيء يعني يتجه بفعل غاد للتواصل الاجتماعي للاند لاكتساح العولمه لاضطهاد الهويات الثقافات كل شيء القالب معين كل شيء ان تصنع الانسان على القالب عالمي ومعين كل شيء الدول غاصه تتجه انه درت السياسه الهويه السياسه الاحترام الخصوصيات السياسه اللي خصها نحافظ يعني انواع التقدم ولا التكنولوجيا اللي ولكن في المقابل نحافظ نسكت التنميه الثقافه نحافظ في الناس لان انت تقدر التمييز انت تيقال الجوهر انت تيقال الكينونه انت تيقال الماهيه الشخصيه ويمكن غير هذا الانسان المغربي مازال كيتا مغربي تصنع غير هذا تا مغربي تصنع تا مغربي سميت تعطي فكره الهويه المغربيه سميت
ماشي سي غربان، ماشي السباق كلان، ماشي سي زران، سي صناعة الثقافة للإنسان. لأن الإنسان تنتج الثقافة. الجليج يصلح الإنسان. يمكن لا نسكر غير هذا الاهتمام الجليج، ولكن وراه هذا ماشي انسان. لو قلنا نتيني الانسان، نتيني الثقافه، نتيني اوال، نتيني الحضاره، نتيني غير هذه الاكتشافات الاركيولوجيه. هاتي نفايات المزرعه اما سن تطوان، نفايات المزرعه غبات، نفايات المزرعه غزاوره داس 300,000 سنه، 3000 سنه، 4000 سنه. ماذا سيفيد ذلك؟ إيغاكو ريسكير ينقوص الخطر من اجل الحفظ في اللغه الانسانا. تشيء الثقافه، تشيء يعني الحضاره، وهذا سكرت النوع البضاعه مستهلكه على الاعلام وريخدم ماينا. الحركه الامازيغيه انت تنبهن المساله هذه، انت تنبهن الاركيولوجيا لمحاربه الاساطير، لمحاربه الايديولوجيات الهدامه الاتيه من الشرق والغرب، لانها كان هدفها الاستغلال والهيمنه على الانسان. غودي لاغتيني وناخذ الديمقراطيه، غودي لاغتيني وناخذ الشورى، غودي وناخذ كل شيء لاغتيني اللي الخلاص، وناخذ كل شيء بانه وناخذ ديال الباك الا قيس. عرفتي راه غير نقد، انت راه غير يسكر، انت راه غير لا وليت كاين الشرق لا وليت كاين الغرب. في اخر المطاف وفاني ينزل بانه كل شيء تبنى في الاساطير، كل شيء تبنى في الفكر الاستعماري القديم، انه كاين خصك يتخضعت. عرفتي كوني حنا كنا ديال ادريس كنا كيسكن الدوله. الخطر الاستاذ، الخطر ايديولوجيا هاد ما كشفت العلم الاركيولوجيا بانه كانت غير الانظمه السياسه، كانت غير الانظمه الزراعه، كانت غير الانظمه الراعي، كانت غير القوانين، كانت غير كذلك غويت اش كاين اوروبا، راه كيسكن الغرب، كيسكن فعلا تسكن بعد النهضه، ولكن قبل الا غادي دون التدافع، الا دون التشارك، الا دون الصراع دون نكوني نساهم الحضاره الرومانيه، نساهم كيستيرا الفكر الاصلاح الديني، الاختراعات تاعنا العربات تسم بلا نتوريس التاريخ القديم يصدر سولو في التاريخ، لانه غير الضغط واش كتلات المحاوله للتزوير التاريخي مزيغ. واش كانت المحاولات طفيليه كشملت الخطاب الامازيغي، راه تحولت تسفغنت ديال الخطاب جديد داخل الخطاب الامازيغي متحور التحريفي كا مصطلح قديم، ولكن يسمى الخطاب الامازيغي المتحور. يعني الانسان ويسين تمازيغ درتي المشكل اللي نفسي يفون الخطاب الامازيغي كخطاب علمي إيجا مشاع يتروج مزيان، درس الاسسنس انت تحكم غير الخطاب الثقافي والهويتي والسياسي المغرب اللي هو الخطاب الامازيغي، ولكن لا نميد ندرس المشكل عقده اخت مازيغ، لان ماني كنخصك غير هو ديالنا راه غيكس المصطلح الامازيغي وين ديال المصطلح ديال الجديد. اظن تقول لا غير اللي غيسمى البربر قبل مازيغ البربر، بنو خالدون تاع البربر، الزيان تاع البربر، كنسوت تاع البربر، غوديا البربر، المؤرخين قبلت البربر، ارتنا البربر اللي قبلت غير انا خسكر نفس الشيء لسبب بسيط، هو ان لا يستمر الاسم الامازيغي، يشكل لهم عقده. علاش؟ لان نتندى الى المشكل ماشي نكوني. لذلك في المرحلات الاولى كانت مرحلات التاسيسيه، هذه المراحل التاسيسيه والتقعيديه لا للخطاب لا للغه لا للفكر، الفكر الامازيغي الفكر السياسي جزء من الفكر الامازيغي، غير نكوني مازيغ ورنك الاهميه السياسه ندس الفكر التاريخي، الفكر الانثروبولوجي، ندس الاداب، ندس الفكر القانوني الفلسفي بزاف، نتو الفكر السياسي اللي انت المهم لانك تحكم كل شيء. اما صغير من يحكم هو يسود تنمير.